في حكايه تانية عايز اتكلم فيها. نهضه بركان واتحاد العاصمه الجزائري كان عندهم مباراه الذهاب في نصف نهائي الكونفدراليه الافريقيه. المباراه النهارده الغيت. نهضه بركان ما راحش المباراه. اتحاد العاصمه نزل الملعب. المباراه كانت في الجزائر، ما لقاش فريق نهضه بركان، فالمباراه تم الغائها. الحكايه ببساطه شديده انه كان نهضه بركان جايب تيشيرتات معينه، تم حجزها، ما عرفش يخش بيها، فالكاف امبارح قال لا لازم يتم الافراج عن التيشيرتات ديت، فما تمش الافراج عن التيشيرتات ديت، فراح الفريق ما خدش التيشيرتات بتاعته فما رضيش يلعب المباراه. تفاصيل لا ابعاد اخرى غير الرياضه وكره القدم، بس في كل الاحوال المباراه تم الغائها. طيب بحسب مصادرنا في الكاف فان المباراه سيتم احتسابها لصالح نهضه بركان فائزا بثلاثيه نظيفه لعدم امتثال اتحاد العاصمه لقرار الكاف بالافراج عن تيشيرتات وقمصان فريق نهضه بركان، وبالتالي ما لعبش المباراه. وبالتالي وارد جدا ان نهضه بركان هو اللي يكون في نهائي. نهضه بركان بالتالي هيكون غالبا هو في نهائي البطوله، بطوله الكونفدراليه الافريقيه. وارد جدا نشوف ده سواء الزمالك او لفريق ان شاء الله يعني يبقى الزمالك مش دريمز الغاني. بمناسبة الكونفدرالية أنا متابع الأزمة المثارة ما بين نادية نهضة بركان واتحاد الجزائر. أنا مش هتكلم في تفاصيل الأزمة لأنه هي أزمة سياسية وجذورها قديمة جدا، ودول بلدين عربيين شقيقين ومحببين جدا لقلوبنا يعني. لكنه المشكلة باختصار إن فريق نهضة بركان بيلعب بتيشيرت بقاله 3 سنوات، التيشيرت ده عليه الخريطة بتاعت المغرب، فالإخوة في الجزائر قالوا لأ. بقول لكم كده لها تبعات سياسيه يعني. فاخذوا منهم الملابس بتاعتهم وقالوا هنجيب لهم قمصان جديده. بتوع نهضه بركان رفضوا، الاتحاد الافريقي رفض القرار بتاع مسؤولي اتحاد الجزائر، وقالوا لهم ياخدوا التيشيرتات بتاعتهم ما ادولهمش. انا اتفرجت على المباراه امبارح او فتحت التلفزيون عشان اتفرج على المباراه، لقيت فرقه اتحاد الجزائر نزلت الملعب. المباراه كانت في الجزائر، الحكام ما نزلوش، وده مؤشر لما سيحدث. ده مؤشر للقرار، لانه اتحاد الجزائر قدم اعتراض تم رفضه من لجنه الانديه. رفعوا لجنه الاستئناف رفضته وقضت باحقيه نادي نهضه بركان في اللعب بالتيشيرتات بتاعته. ده قرار الكاف مش قرار انا بس، انا بقول لكم قرارات، ما بقول لكوش هنا رايي، لان الامور دي بتبقى شديده الحساسيه عند اخواتنا سواء هنا او هناك، والاثنين اخواتنا زي ما قلت لحضراتكم يعني. فالاتحاد الافريقي هياخد قرار خلال 24 الى 48 ساعه، وننتظر لسه يعني المباراه هيحصل فيها ايه. التكهنات 3 مرات بقول تكهنات، ببقى واخد بالي جدا في الكلام ده، انه المباراه قد تحتسب انسحاب لصالح فريق نهضه بركان. ده التكهنات بتقول كده، لكن نستنى نشوف القرار هيبقى شكله عامل ازاي، لانه الفائز من دول ان شاء الله لاعب الفائز من الزمالك ودريمز، وان شاء الله الزمالك هو اللي يفوز بهذا اللقاء وهو اللي يصعد ان شاء الله.